إحنا كبشر بنقع في فخ نفسي اسمه وهم السيطرة. بنفتكر إننا لما بنبذل مجهود رهيب ونموت نفسنا في السعي والدعاء إننا كده اشترينا النتيجة، وبنبدأ نتعامل مع ربنا بمنطق الصفقات. أنا عملت 1+1 يبقى لازم تديني 2. لكن النضج اللي بجد بيبدأ لما بتفهمي إن دورك في الكون ده هو العمل مش النتيجة. ربنا لما بيحاسبنا على السعي بس. ساعات بنتعامل مع الدعاء على إنه معادلة حسابية حتمية، أنا دعيت يبقى النتيجة لازم تظهر قدام عيني فوراً وبنفس التفاصيل والشكل اللي رسمته في خيالي. إحنا بنتعامل مع رغباتنا على إنها مصلحتنا الحتمية. إحنا كبشر بنحب حاجة ونفتكر إنها هي دي اللي هتحل كل مشاكل حياتنا، سواء شغلانة، طموح معين أو هدف معين. ولما السيناريو ده بيتأخر أو بيجي بترتيب مختلف بنحبط وبنحس إن ربنا مش بيحبنا. لكن الحقيقة والعمق هنا إن علاقة ربنا بيكي مش علاقة تنفيذ أوامر وبس، ربنا بيربي فيكي النضج. وعشان كده ساعات المنع في حد ذاته بيكون هو قمة العطاء وحمايتك من خطوة مش وقتها. لازم تتعلمي إنك تشوفي الصورة الكاملة. إحنا كبشر بنكون باصين على المدى القريب بس وناسين إن ربنا شايف بكرة وبعد بكرة وبعد سنين طويلة. عشان كده لما الحاجة دي بتقف أو بتتبدل ده ما بيبقاش حرمان، ده بيبقى توجيه لمسار تاني أنسب ليكي ولوعيك. أنا دعيت بس ربنا ما استجابش يبقى ربنا مش بيحبني. لو الاستجابة الفورية هي دليل الحب ما كانش الأنبياء أكتر ناس اتمنعوا وتأخروا طلباتهم. القيمة الحقيقية للإنسان ما بتتخلقش في لحظات الرفاهية وتلبية الرغبات، لكنها بتتولد في مساحات الانتظار والصبر. لو كل رغبة اتحققت في لحظتها الإنسان هيفضل سطحي جدا، مش هيعرف معنى اليقين. ربنا بيتعامل معاكي مش مجرد كائن عايز يشبع رغباته بس، ربنا حط فيك العاطفة والرحمة عشان تبني مجتمع مش عشان تكوني وسيلة لمتعة عابرة. اتخاذ القرار، فكرة إن بنت تكون مرتبطة بشخص مؤذي نفسيا ليها وتفضل تدعي وتقول يا رب حياتي تتحسن، يا رب ابعد عني كل شر، وربنا يبعت لها إشارات للشخص ده إنه وحش ولازم تبعدي عنه، بس هي مكملة معاه رغم الأذى وتقول ربنا مش بيستجيب لي دعائي. إن الدعاء لازم يتبعه اتخاذ قرار. انت بتدعي ربنا ابعد عني كل شر، وربنا بيبين ليكي إن الشخص ده شر، الطريق ده شر، يبقى الخطوة الجاية عليكي انتي مش على ربنا. ربنا استجاب وفتح عقلك وخلاك تشوفي الحقيقة. لو انتي ما خدتيش الخطوة اللي بعد كده يبقى انتي اللي حرمة نفسك من الإجابة مش ربنا اللي ما بيستجبش. في حاجات بتقع بالكامل تحت سيطرتنا، نيتك، سعيك، دعائك، وطريقة رد فعلك. وفي المقابل في حاجات تانية خارج تماما عن سيطرتنا احنا كبشر، النتائج، التوقيت، ردود أفعال الكون من حوالينا. انتي عملتي اللي عليكي كله لما سعيتي ودعيتي، ودلوقتي لازم تشيلي ايدك من النتيجة وتشيلي همها خالص من دماغك لأنها ببساطة مش بتاعتك انتي. عشان كده لازم تدعي وتنسي، اطلبي اللي انتي عايزاه، ارمي حمولك كلها وبعدين قومي ركزي في يومك وفي السعي اللي في ايدك. التحويل إلى السعي المادي. ساعات بندعي يا رب ارزقني ويسر طريقي ونقعد في مكاننا مستنيين معجزة تغير واقعنا من غير ما نتحرك خطوة واحدة. الدنيا دي ليها قوانين واضحة، اسعي، جربي، اتعلمي من غلطك وطوري أدواتك. الدعاء بيجي يبارك في السعي ده ويفتح ليك السكك اللي كانت مقفولة، لكن الدعاء عمره ما كان بديل للحركة أو للمجهود. مفهوم حب القدر معناه إنك تتصالحي مع حياتك بكل اللي فيها، باللي حصل واللي ما حصلش. إن الألم والانتظار هم المساحة الحقيقية اللي الإنسان بيبني فيها نفسه، بيلاقي فيها معنى. ولما تلاقي دعوتك أو رغبتك ما تحققتش ده جزء من ترتيب وسياق أكبر للدنيا، ترتيب بيجبرك على النضج وعدم الاستسلام. النتيجة دي هي مساحة ربنا الإلهية. فلما بتفضلي تفكري فيها وتشيلي همها انت كأنك بتنزعي الخالق في صفة من صفاته وبتدخلي في منطقة أصلا مش بتاعتك، وده بيسبب ليك التوتر والقلق طول حياتك. الإيمان بجد مش معناه إنك ما بقيتيش عايزة الحاجة، معناه إنك بقيتي مطمنة أيا كان شكل النهاية إيه. إنك تشيلي إيدك من النتيجة ده مش استسلام أو ضعف، ده قمة في الإيمان والذكاء الروحي.
طالما دعيتِ وسعيتِ فالموضوع اتنقل من حسابات الأرض الضيّقة لكرم السما الواسع جدًا. سيبي ربنا يبهرِك بطريقته مش بطريقتِك أنتِ، لإن تدبيره دايمًا أجمل بكتير من أقصى طموحاتِك.